سمكة الذهب لقب يطلق على السباح السيد أحمد ابن السيد علي الهاشم. هو ابن الرميلة، رفع رايتها في رياضة السباحة، كيف لا، وقد حاز السيد على الميداليات الذهبية والفضية كأول رياضي رميلي يتقلد الذهب باسم الوطن والخليج. نعم، هو نموذج من التفاني والطموح لكل شاب أراد أن يسطر له التاريخ مجدا يتغنى به جيل بعد جيل. فها هو البطل الخليجي والسباح العربي والآسيوي ذو 17 عاما قد بدأ حياته الرياضية في عالم السباحة منذ 8 من عمره. شارك في أغلب التظاهرات الرياضية، ففي عام 2007 بطولة الخليج بالكويت إذ حقق المركز الأول على التوالي في 100 متر حرة و200 متر فردي، والمركز الثاني في 100 متر متنوع. وفي عام 2008 بطولة الخليج بالكويت إذ حقق المركز الثاني والثالث على التوالي في 200 متر حرة و100 متر حرة. في 2009 بطولة الخليج بقطر المركز الأول على التوالي 100 متر حرة 200 متر حرة، والمركز الثالث 100 متر صادر. شارك في بطولة العرب بالأردن وحقق أرقاما مميزة. 2010 بطولة الخليج بالكويت وحقق المركز الثالث. 2011 بطولة الخليج بقطر حقق المركز الثاني في 400 متر حرة، والمركز الثالث على التوالي 200 متر حرة 100 متر حرة. 2011 بطولة الخليج بالكويت إذ حقق المركز الأول على التوالي 400 متر حرة و200 متر حرة، والمركز الثاني 100 متر حرة. وشارك في بطولة الخليج للمياه المفتوحة بالبحر 5 كيلو و10 كيلو. وأيضا حقق في بطولة التحدي بالدوحة على المراكز الأولى الثلاثة 100 متر حرة و200 متر حرة و400 متر حرة. وشارك في البطولة العربية بالجزائر. عام 2012 بطولة الخليج بالكويت حقق المركز الثاني والثالث على التوالي 200 متر حرة و400 متر حرة. وشارك في بطولة الخليج بالبحرين وحقق المركز الثالث في 200 متر حرة. وفي عام 2013 بطولة الخليج بالكويت وحقق المركز الثالث في 800 متر حرة. وشارك في البطولة الآسيوية بالصين. بطولة الخليج بعمان حقق المركز الثالث في 3 مسابقات 100 متر حرة 200 متر حرة و400 متر حرة. إنجاز يتلوه إنجاز، وذهب يتلوه ذهب. نعم، رفعت علم التوحيد من بين الأعلام، ولمع الذهب في يديك دون الأقوام. نعم، هكذا تصنع الإرادة والتفاني، عندها تتحقق كل الأماني. إنجاز هو للوطن وللتاريخ يسجل، فغدا سباق وذهب مؤمل.